أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن لحظة صعبة بتعدي بيها كتير من الستات لما الراجل يغضب. هل بتحس إن الدنيا بتسود والبيبان بتتقفل وقت عصبيته؟ هل كل خناقة بتكبر وبتتحول لنكد بالأيام؟ النهاردة هقولك على كتالوج التعامل مع الراجل وقت الغضب، إزاي تطفي النار من غير ما تحرقي نفسك، وإزاي تخليه هو اللي يجي يعتذرلك بعد ما يهدى. اسمع الفيديو للآخر، لأن في قاعدة هي اللي هتحمي كرامتك وهتنهي الخناقة فورا. أول قاعدة، قاعدة الصمت الذهبي. بلاش بنزين على النار. أكبر غلطة بتقع فيها الستات هي الرد بالمثل وقت الغضب. الراجل وهو متعصب مش بيسمع منطق أبدا، هو بيشوف هجوم. الصمت في اللحظة دي مش ضعف، ده ذكاء وقوة. استني لما الموجة العالية تعدي وبعدين اتكلمي. لما النار تولع ما تبقاش انتي البنزين. النقطة التانية، الانسحاب الذكي. يعني ايه؟ لو حسيت إن الكلام هيجيب خناقة أكبر، انسحبي من المكان بهدوء وبدون نفخ أو نظرات تحدي. قولي جملة واحدة: أنا شايفة إنك معصب دلوقتي، هسيبك تهدى ونتكلم بعدين. الحركة دي بتمتص نص غضبه، لأنه مش بيلاقي حد يتخانق معاه أصلا. القاعدة اللي بعد كده، بلاش تفتحي ملفات قديمة. الراجل وهو غضبان مخه بيركز في المشكلة الحالية بس. لو بدأتي تقولي ما انت عملت السنة اللي فاتت، أو انت دايما بتعمل كده، انت كده بتعلي النار لدرجة الانفجار. خليكي في النقطة اللي مضايقاه دلوقتي وبس، وما تشتتيهوش بقديم وجديد. النقطة اللي بعد كده، الكلمة الطيبة بتكسر السيف. عايزين كلمات الامتصاص. يعني ايه؟ جربي تستخدمي جمل زي أنا مقدرة إنك مضغوط، أو حقك تزعل بس اهدى عشان صحتك. الكلام ده بيغير كيمياء الدماغ عنده من الهجوم للدفاع، وبتحسسه إنك معاه مش ضده. نيجي للنقطة اللي بعدها، بلاش نصايح وقت العصبية. الراجل وهو معصب ما بيحبش يحس إنه غلطان أو محتاج حد يوجهه. بلاش تقولي كان المفروض تعمل كذا، كان المفروض تقول كذا. النصيحة وقت الغضب هو بيعتبرها إهانة لرجولته. سيب النصيحة لوقت الصف، ساعتها هتلاقيه مركز ومتقبل لأي حاجة هتقوليها. النقطة اللي بعد كده، كرامتك خط أحمر. يعني إيه؟ يعني وقفي التجاوز. لو الغضب وصل لإهانة أو تجريح، هنا لازم وقفة حازمة وهادئة. قولي بصوت واثق أنا مقدرة عصبيتك، بس مش هسمح بالإهانة دي. لما تهدى نقدر نتفهم باحترام، واطلبي منه ينهي الكلام فورا. كده انت بتعلميه حدوده معاكي من غير ما تنزلي لمستوى الخناق. النقطة اللي بعد كده، فن العتاب بعد العاصفة. بعد ما يهدى تماما، ممكن تاني يوم أو بعد كام ساعة حسب ما بيهدى يعني، قومي انتي بقى بدورك اتكلمي عن إحساسك مش عن غلطه. قولي أنا بزعل لما بتعلي صوتك، بحس إننا بنبعد عن بعض. الطريقة دي بتخليه يحس بالذنب ويحاول يرضيكي بدل ما يدافع عن نفسه. في النهاية، البيوت بتتبني بالصبر والذكاء. الراجل طفل كبير محتاج احتواء، بس بكرامة وحدود. قولولي في التعليقات ايه أكتر حاجة بتعصب زوجك أو خطيبك، وازاي بتعرفي تهديه. أنا سيلا، ودي قناتكم علم نفس الحياة. نتقابل الفيديو الجاي بكل هدوء وسكينة. شكرا.